سلام الله عليكم متتبعي الكرام، سررت بلقائكم مجددا. خبر جد صار للمغاربة، الحكومة تشرع في صرف تعويضات الأسر المعوزة. إليكم التفاصيل. قال الوزير المنتدب لدى وزير الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بيتاس إن الحكومة ملتزمة بتقديم الدعم والإعانة للأشخاص في وضعية هشة، وذلك في إطار التوجيهات السامية المتعلقة بورش الحماية الاجتماعية. وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم الخميس في الندوة التي عقبت انعقاد المجلس الحكومي أن الحكومة تمثلت خلال السنة الأولى من توليها المسؤولية من تمكين جميع المغاربة من التغطية الصحية. وأوضح بيتس كذلك أنه عبر 26 مرسوما أصبح جميع المغاربة يستفيدون من التغطية الصحية بمن فيهم مدرجين في الرميد، مضيفا أن المرحلة الثانية من هذه العملية انطلقت مع سنة 2023. وأضاف المسؤول الحكومي أن هذه السنة ستشهد صرف التعويضات العائلية لأزيد من 7 ملايين طفل وأكثر من 3 ملايين أسرة توجد في وضعية فقر وهشاشة. وشدد بايتاس أن الحكومة لا تتوفر بعد بالإحصائيات المتعلقة بالأسر والمستفيدين المستحقين لهذه الإعانات، وهي بصدد الاشتغال على هذا الورش على أن تشرع في صرف التعويضات في نهاية سنة 2023.